وتعالى لي هنا بقى، تعالى لي. بص البرجر، برجر البانيه، تضرب سندوتشاية عظمة عظمة، طرية جدا. يا بيي. طعم خيالي. الفراخ مستوية 100%. جربوا الطريقة دي بالصوص ده. جامد قوي. نحط زبادي، نحط شوية لبن، شوية مية مخلل ليمون، هنحط معلقة توم بودرة، نسيت احط معلقة فلفل اسود. هنا الفراخ اهي، البانيه نسقطها فيها، نسقيها منها حلو، نحطها في التلاجة حوالي ربع ساعة على ما نعمل الصوص اللي هنشتغل بيه. عشان نعمل صوص البافالو، معلقة صلصة، معلقة بصل بودر، معلقة توم بودر، هوت صوص، ودبس رمان. ونسيت هنضيف عليه شوية خل. بس يا باشا بقى بعد ما طلع الصوص بعمل ايه؟ ده كده صوص البافالو بقى جاهز معانا. ناخد منه معلقة او نص الكمية، هنحط عليه شوية مستردة، كاتشب، مايونيز، باربيكي صوص، شوية من مية الليمون. نقلب الكلام ده كله كده يبقى عملنا احلى صوص للبرجر، يمشي معاك في اي برجر لحمة او فراخ. نيجي بقى لوقت التجهيز. هنا دقيق ودقيق. نيجي على الدقيق دوت او اي واحد منهم هنحط شوية توم باودر، معلقة، رشة فلفل اسود، وبابريكا. وعندي هنا بيضتين. وادي الفراخ بعد ما طلعت من التلاجة، ناخد القطعة ننزل بيها في الدقيق، ثم البيض، ثم الدقيق اللي بالثوم باودر والبابريكا. وكده بقت جاهزة معانا، ونحطها في الزيت ونقول لها طلع معاك. ده لونها بقى بعد ما طلع، وشكلها بقى تحفة وطرية جدا. نيجي بقى لصوص البافلو الجامد ده، وننزل بيه على القطعة كده، تعمل كده وتعمل كده وتغرقها يا باشا. نجيب الصوص اللي احنا كنا عملناه، نحط كابوتش عشان يدي طراوة، جبنة شيدر، معلقة من الصوص، نحط القطعة التانية، نحط كابوتشاية ونقفل.